كثف مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش من هجماتهم خلال 24 ساعة الماضية لاستعادة السيطرة على النقاط والمراكز التي خسروها في كوباني بغرب كردستان بعد العمليات النوعية التي نفذتها وحدات حماية الشعب يبقى بدعم ومساندة قوات البيشمركة. وأكد مراسل وكالة باس نيوز في كوباني اليوم أن تنظيم داعش استمر في قصف محيط بوابة مرشد بينار الحدودية بقذائف الهاون بعد أن فشلت محاولاته في السيطرة على البوابة نتيجة مقاومة القوات الكردية المشتركة. كما أفاد مصدر في مدينة الموصل اليوم بأن 13 من مسلحي داعش قتلوا في غارة جوية لطائرات التحالف استهدفت معقلا للمسلحين شمال شرق الموصل. وتركزت الاشتباكات في الجبهتين الجنوبية والشرقية في المدينة. كما نفذت القوات الكردية عمليات نوعية ضد مسلحي داعش في حيكانيا عربان وسوق الهال شرق المدينة ومحيط دوار البلدية وسط المدينة خلال الاشتباكات المستمرة منذ 3 أيام دون انقطاع. وتواصلت غارات التحالف الدولي على أهداف تنظيم داعش، فقد نفذت طائرات التحالف أكثر من 10 غارات منذ صباح أمس جنوب وجنوب غرب المدينة ومحيط تلة الإذاعة وقريتي ترميك ومناز دون التأكد من حجم الخسائر التي تسببت بها هذه الغارات. يذكر أن دفاع القوات الكردية عن مدينة كوباني مستمر منذ 62 يوما اضطرت فيها قوات داعش إلى الانسحاب من الكثير من النقاط التي سيطرت عليها. كما أكد أنور مسلم رئيس حكومة مقاطعة كوباني التابعة للإدارة الذاتية في غرب كردستان أن مقاومة كوباني خلال شهرين أذهلت العالم أجمع، لافتا إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش استطاع خلال وقت قصير أن يحتل مدنا كبرى في العراق وسوريا. لكن مدينة كوباني بجغرافيتها الصغيرة وبعزيمة مقاتليها الشجعان لقنت التنظيم درسا كبيرا أفقدته توازنه، لذا رأينا تضامنا عالميا مع كوباني. كما أضاف مسلم في تصريح خاص لوكالة باس نيوز أن قوات وحدات حماية الشعب والمرأة في تقدم مستمر في كافة أرجاء المدينة بمساندة قوات البيشمركة. وقصف طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مشددا على ضرورة دعم مقاومة كوباني بالأسلحة وذخيرة واستمرار القصف الجوي بسبب استقدام التنظيم الإرهابي الانتحاريين والأسلحة الثقيلة بشكل متواصل إلى مدينة كوباني. أما حيال معاناة المدنيين سواء على الحدود أم داخل المدينة، ناشد رئيس حكومة مقاطعة كوباني المجتمع الدولي بفتح ممر إنساني لهم بسبب الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وجراء استهدافهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي وارتكاب المجازر بحقهم مرارا، مطالبا السلطات التركية بالتعامل مع هؤلاء اللاجئين على الحدود إنسانيا، لافتا إلى أن هؤلاء نزحوا نتيجة إرهاب داعش. أما عن زيارته إلى إقليم كردستان قال مسلم: التقينا بجهات سياسية ومدنية عديدة وعدد من الشخصيات العالمية على هامش ملتقى الشرق الأوسط للحوار والمصالحة الذي انعقد في هولير، مشيرا إلى أنه التقى أيضا ممثلي القوى الكردستانية في إقليم كردستان، لافتا إلى أن كافة المواقف كانت إيجابية حيال مقاومة كوباني في مواجهة إرهاب داعش. سارة الناصر، راديو دنجي زلال.